وانت شحال من مره كنتي تقول شوف في المعارضات تقول للناس شوفوا الفيسبوك شوفوا اش يقول تابعوا الفيسبوك تابعوا الفيسبوك. عقلتي داك قانون 22 اش كنتي درتي فيه؟ ودابا لانه فيه نصوص مشات لواحد مجموعه الامور اللي ما عندها علاقه بحريه التعبير وبالراي، ما خصوش يمشي ليها. ولكن السعد نجيب لك هذا الفصول اللي كنت مخالف معها تما، ماشي كنت كله رافضه، كاين فيه فصول اللي انا رافضها. السعد لطيف وهبي درتي معركه دونكيشوطيه او لا مازال كديرها؟ لا ماشي دونكيشوطيه، مع مواقع التواصل الاجتماعي، ما بقيتي بغيتي حتى مغربي يكتب وينتقد ابدا ويقول شي حاجه ما عجبهاش ابدا. كلشي تيقول لي، ولكن كاين الناس كيتعاملوا معايا بسوء نيه. جوج الناس كيتعاملوا معايا بسوء نيه، الباقي ما رفعت على الدعوه على حد. جوج الناس جوج الناس واحد تفربط واحد اكادير، هادو كيسيئوا لي بسوء نيه. ما رايك انهم يشدوا الكلام ديالي ويقطعوا منه جمله كلمه ويستعملوها؟ انا قلت على المغاربه كلاب، انا قلت اولئك الذين يهينون المغاربه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويطلقون اسرارهم ويشتمونهم وكذا وكذا، هؤلاء كلاب ويجب تعذيبهم. انا قلت دفاعا عن المغاربه، هما شدوها خرجوا وخرج يقول لك لا الكلاب مغاربه. علاش؟ على سوء النيه. باخا نقول واحد القضيه لا ولا الاخر، نقول واحد القضيه، نقول واحد هذاك اشنو مطلوب مني؟ عندي جوج الحلول لا ثالث لهم، غير اما نمشي للقضاء وشنو نتسنى في الباب نخرج نضرب معاه، نمشي ندير اليوتيوب نبدا نسبو حتى انا، ما عندي حتى شي حل. كذب عليا، دار انتقائيه في الكلام ديالي، غندير القضاء ولا السوهبي كاين تناسب عاوتاني لين فريق انا متضرر. احنا في هذه المجموعه مثلا اسمح لي السوهبي، احنا في هذه المجموعه يا ما حرض علينا، يا ما سمونا صهاينه، يا ما سمونا خونه، يا ما سمونا كفار. طبق عليا طريقه التعامل ديالك عليا، انا ما عنديش هذاك القناعه. نمشي ندعيهم شغلك هذا. السوهبي انا غادي ندير قناتي، انت دير قناتك. السوهبي انت انت الا بغيتي تنازل على احترام ديالك لنفسك واحترام الناس ليك وكيفاش كتشوف، هذاك شغلك انت صحافي، ما عندك لا مسؤوليه. انا وزير تيكذبوا عليا وانا وزير، واتهموني باشياء اخلاقيه وانا وزير. وكيفاش كتصور بان هاد الناس وصلوا انهم يجيبوا مرة ويغطيو لها جاي يقول لك المرأة الاولى دوابي؟ انا حياتي كلها عرفت هذيك المرأة، عرفت زوجتي، ما عرفت انا، ما عمري تزوجت. علاش ما تدعيش بن كيران؟ علاش بن كيران علاش ما تدعيه؟ اشنو قال بن كيران؟ ما خلافك حتى حاجه السي وهبي، كتحقر على الحيط القصيره. لا وبن كيران زعما كحيط كبير. انا بن كيران درت له دعوه، هو ديك الساعات كان رئيس حزب وكان باقي في الانتخابات ديال 2016 ودرت عليه دعوه وسحبتها حيت ما بقاش رئيس حكومه. رضي الله يهديكم انا وحرت فيه. ولكن بن كيران عنده هدف سياسي، بغى هذيك الدعوه باش يدير فيها بطل، يجي يدير فيها بطل. اما هذوك الاخرين غير باش يجمعوا الجدريه الفلوس، لانهم يجمعوهم هما. انا نمشي للمحكمه وهما يجمعوا الفلوس، ما عندي مشكل، غير يدوا دوك الفلوس، ولكن نمشي للمحكمه ونقول لك درت دعوه الاولى، درت الثالثه، تما اخلوا بالاحترام ليا ندير دعوه. الا كان نوصل 50 ندير 50 دعوه. هنا السي اسمح لي عمر غير في هذه النقطه ونعطيك الكلمه، والله الا غنسكت حيت يلاه استجمعت القوه ديال 5 دقائق. كيبان بانه انت عندك النيه المبيته في الاضرار بشخص ولا جوج، غرضك ماشي لانهم هما داروني في دماغهم، درتهم في دماغي صافي. بغى ينتقدني في السياسه ديالي، في اختيارات ديالي، حقو هذاك، انا ما نقول له والو، انا وزير. ولكن يجي ياخذ كلمه ويفصلها ويبدا يستعملها، يوصل لدرجه انا وزير مسؤول امام رئيس حكومه وفي حكومه جلاله الملك، يجي يخرج يقول لك راه قال لك ان المغاربه كلاب. واش كتعرف شنو هي؟ ولكن ربما السيد اللي كتشير ليه تيقول بان هذه المتابعات ديالو كانت لاسباب المواقف ديالو ماشي باسباب المواقف ديالو. هو يجد الكلام ديالو يعوجو ويتهمني باشياء ما كايناش، وياخذ صداع في المحكمه، يقول لهم وهبي كيمشي للمحكمه وهبي راه عنده تينوب على هذه داخله في السياسه العموميه، داخله في السياسه على من كنت نوب، حيت كنت محامي على الاستدعاء اللي جات من المجلس الاعلى بعد 7 سنين ورجعت كذا، وانه هذه داخله في السياسه العموميه. دابا هو تيخلق عالم ديالو من حيث يكون كيسبني، ومن حيث يبغي يبرر كيخلق عالم اخر. دابا حنا تنتكلموا مع راه لا يستحق هذه المناقشه عليه. لا اولا ما شوف هو الفضاء ديال السوشيال ميديا. حنا تنطرحوا بعض التساؤلات اللي تيطرحها المجتمع. نقول لك بعدا نقول لك هذا سؤالي بعد. زيد دابا السي وهبي قبل ما يكون وزير العدل، السي وهبي جاي من اليسار، السي وهبي حقوقي، السي وهبي تدرب عند السي حمد بن جلود، السي وهبي جايب واحد الباك جراوند حقوقي، يعني
ايوا باش راه لا منهم لا تعلمت ما تسكت لحد. لا وباش تمشي عاوز ها انت تيمكن تيكون الاف ديال الطرق وراه اللينه الراجل ومليار وراه الراجل انت بيستفزوا، راه الراجل عامين انا ما بغيتش دوك الفلوس 150 مليون الله بغيتها، انا عندي الطريقه ديالي باش نتعامل معاه فيها. شوف نقول لك واحد القضيه، ايوا ما بغيتش عامين وانا كنتسنى يحشم. هو كل مره المغرب فاسد تيدير التصويرتي، انا كاع ما عندي علاقه بداك الشيء كيطلق كيدير التصويرتي كاع ما خلا مداه يوميا 3 عامين كنقول دابا يحشم دابا يحشم دابا يحشم دابا. تلاقى مع اصدقاء ديالي وقال له راه كتخربق داكشي ديالك راه ما شادش والو. ايوا انت يا ما بغيتيش تحشم نخليوك تحشم بالقانون. شوف نقول لك كاين واحد الاتفاقيه دقيقه تفضل الاتفاقيه ونرجعوا نكملوا كاين واحد الموضوع. الاتفاقيه مكافحه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاغراض الاجراميه. هذه الاتفاقيه وافقت عليها الجمعيه العامه للامم المتحده في 27 نوفمبر 2024 تنص على التعامل مع الجرائم. احنا مازال ما صدقنا عليها ولكن في نفس الوقت السي وهبي كنا في هذه اللجنه دقيقه كنا في هذه اللجنه اللي ناقشت هذه الاتفاقيه. دابا غادي تخرج المصادقه عليها من طرف الدول وفيها مجموعه من النصوص تجرم هذه الافعال هذه ومن هذه الشكايات اللي مقدمه تجرمها وتجرمها على المستوى الدولي. معناه تنظم العلاقه مع الدول حول الاشخاص اللي كيستعملوا وسائل التواصل من برا ضد شي شخص ولا شي السوهبي. المبدا ديال ان الانسان يلجا الى القضاء تحد ما غادي يختلف عليه. ايوا حق. ايوا خليه يمشي لما حق. الانتقائيه السوهبي الانتقائيه عرفتي شحال من واحد كيسبك في لا ماشي مشكل لان هادو كنعرفهم كنعرف قيمتهم كنعرف حجمهم كنعرف نيتهم وهاد الجوج كنعرف نيتهم قال لك علاش طلبتي من ليرونس وهذاك اللي طلبت له درهم رمزي حشم من حيت خرج هذاك قلت له درهم رمزي حشمت انا درت له درهم رمزي حشم من حيت خرج يخرج باقي كيكذب تيقول شي حاجه هذا في الرباط والاخر كيرددها لي في اكادير. حشم من حيت خرج قال هذا السيد هذا طلب لي درهم رمزي حشم. ولكن ملي تطلب انت التعويض ماشي ديك المره مليار هذا خطا نطلب جوج ماشي لانك تستغل ماشي لانك باغي تطلع هذيك 150 مليون حيت جدار نعطيها لكم نتوما هنايا في ولكن ما تستغلش السلطه ديالك السياسيه نعطيها لكم المؤسسه باش عاوتاني نبدلوا هذا الديكور. لا الديكور عندنا باش نبدلوه ما نحتاجوش لا ولكن شوف كنا محتاجين كون دعينا شي واحد حتى حنا في مليار خليناك انت تدعي. ولكن السوابي كنعاود نركز ونأكد واش ما كديرش انتقائيه. هضرت على صوره البلاد هذاك كاين الناس اللي الله عفا عليهم سيدنا ومن بعد غادي يتحاكموا ومن حصانه عنده فيها سيدنا كيعفو عن العقوبه ماشي على الجريمه. كيعفي على العقوبه ماشي الجريمه. الجريمه ثابته العقوبه اللي كيعفي عليها جلاله الملك باش نبقاو نخلطوا الامور. فياك جلاله الملك عفا عليهم ويحشموا لا هما زايدين فيها باقي زايدين فيها. كيعتبر لا ما تعتبروا لا مسطره واه كنخرجوا 10,000 واحد في 10,000 واحد في العام كنديروا فيه العفو كاع هادو كلهم مخطئ فيهم القضاء. تبارك الله على التحليل. هادو كلهم 10,000 خطأ فيهم القضاء سدوه الا كان هكا. جلاله الملك يعفو عن العقوبه بقرار منه. هذه سلطاته دبر راسه هو اللي ياخذ القرار اللي كيشوفه مناسب ولا ماشي مناسب. ولكن ما يقوليش بان حصن هذه وصح قال شاف الاخطاء وصحها. هذيك الطريقه باش تصحح جلاله الملك الاحكام. عمر جلاله الملك قال كاين شعركم خاطئ عمرو صرح بهذا الموضوع عمرو دار شي تصرف في هذا الاتجاه. جلاله الملك كيحترم القضاء وصدور الاحكام القضائيه لهذا تيقول لك العفو الملكي هو العفو عن العقوبه وليس العقوبه عن الجريمه. الوسع عبد اللطيف دابا انت وزير العدل انت ماشي وزير الصناعه ولا التجاره الخارجيه انت وزير العدل. مادام انا وزير العدل خلي يضربوا ياك بغيتي ما خليوش يضربوك ولكن على الاقل لا سي لا خلي يضربونا لا والو ما كاينش. من اساء لي او لابنائي او ابنائك ما تهضروش عليهم. سأل كاس الطوموبيله كيهضر على ولدي واش هذا التليفون الله على الراجل وابنائي او انا او اساء التصرف او دار واحد الانتقائيه او الله لا تفاصلت معاه سالينا واخا في هذا التفاصيل معاه واضح اليوم ان السوشيال ميديا خلق مشاكل في حدود حريه التعبير. من النقاشات اللي كانت في واحد الفتره هو انه خصنا قانون لتنظيم هذا المجال. اليوم انت استعرضتي علينا اتفاقيه ديال الامم المتحده واش كتبغي تقول بانه هذا غيكون منطلق نحو وضع اطار لا احنا درنا في القانون الجنائي قلنا غير على مستوى الدولي ها هو الاتفاقيه جات الان
حنا نستافدوا منها وغادي نشوف واش يمكن نستافدوا منها في القانون الجنائي باش نضيفوه، وكذلك بحجه الاتفاقيه نعرضوا على الحكومه اذا كان امكانيه وصدق عليها، يعني باش تكون السند علاقتها مع الدول الاخرين. جرائم السوشيال ميديا غتبقى في القانون الجنائي، ما كاينش قانون خاص؟ لا لا لا، غتبقى القانون الجنائي. ولكن راه كاين اشكال كبير هنا السي عبد اللطيف وهبي. الفضاءات السوشيال ميديا مديوره للحريه في الاصل. كيفاش غنميز بين الحريه فين كتبدا وفين كتسالي؟ تتسالي حتى تلبس بواحد اخر. راه خصك تشد الفيسبوك كامل. لا كتبدا شوف هذاك اللي تضرر يمشي للقضاء، شغلو هذاك. بحال اللي كديز في الطريق ودايز واحد وقلت له الله ينعل امك والله الله ينعل بوك، عنده الحق اما يسكت على ويدوز اما يمشي يدير الشكايه بالسب والشتم صافي. ولكن راه فاش ما سدوش في الحومه فيها 17 مليون، راك انت في فضاء فيه 17 مليون حساب. شتي راه غتولي القضاء رياضي يوميه. شتي السب والشتم العلني يمكن يكون فيه واحد حاضر اجنبي، يمكن يكون فيه 100 مليون تيبقى نفس الجريمه. ما قلناش من حيث الجريمه، حتى في الشارع حنا يمكن يكون واحد يكون يكونوا 10,000. حنا ما قلناش الجريمه، حنا تنقول دابا في الشارع وفي الواقع الجرائم تتكون مقلصه. الفضاء الافتراضي يمكن يكون عندك آلاف الجريمه. تشددوا في العقوبه ديالو لان هو كيكون فاتح بزاف، تشددوا في العقوبه لانه قل من اكثر من الشارع. وهذا التشدد ماشي غادي يكون وسيله لا لا، راه مراقبين لمس بالحريات، مراقبين على مستوى مجال الحقوق. واخا في روايه اخرى واش تشد الرجل تسبه وتجبد له حياته كلها بحال هذاك ديك النهار كيهضر على مراته، ما عمرني ننسى كيهضر على مراته وانا في العرس دخلت عليها لقيتها ماشي كذا وماشي كذا، حيت طولي قال لهم انا حريه التعبير او حالة الناس هذه اسرار الناس هذه واه. واللي يجي يحكي لك يجي يصور لك واحد مخبي من الشرجم دخل التليفون الشرجم كيصور علاقه جنسيه بين الرجل ومراته، من حيت خرج قال لهم حريه التعبير. واحد اخر خرج هذا التليفون كيسب في واحد طول وعرض في واحد رئيس المجلس البلدي بحال عيطوا له قال لا حريه التعبير. شنو هي حريه التعبير؟ هو ندمروا كل شيء لاحترام الواجب بيننا كاشخاص، هذه هي حريه التعبير. حريه التعبير هو يبقى ما كاينش حاجه مقدسه في هذه البلاد، حريه التعبير ما كاينش احترام في هذه البلاد، يبقى غير اللي جاي يدير. شنو هي حريه التعبير عندكم؟ نهار شديتوها قرجه وخلوها شويه بشويه، شويه عليكم خلوا شويه ينتقدوا الوزير وينتقدوا السياسه ديالو وينتقدوا السير العادي ديال المجالس وينتقدوا ماذا بيا. وكان حتى تجي كتبدا كتهضر تقول نامبورت كوا. راه واحد ديك النهار خرج وتيتكلم عليا، اش قال؟ قلت له 300 كلمه كلهم سبان وجد ليا، ما قلت حتى شي حاجه. ايوا هذا اش غندير له؟ تجيبو من الدوله فاش كاين؟ ها انت قول اش غندير له؟ ها انت يجبدوا ما خلاو حتى واحد بكلام ساقط، واللي بغى الحساب في شي واحد يمشي يهضر عليه. وهذا النقاش حقيقه السي وهبي، كيفاش نحلوا هذه الازمه؟ الجريمه اسمح لي نحولوا الى جريمه ويعاقب عليه، باش كل شيء اللي بغى يدير. علاش الامارات نجحت فيها؟ علاش دول الخليج نجحت فيها ولا في السعوديه؟ تصور شي واحد والله هضر على شي واحد. علاش هذوك نجحوا في هذه القضيه ديال ضبط الوسائل؟ بريطانيا هاد الجرائم ديال سميت ما فيهاش حتى الحد الاقصى ديال العقوبات في الماليه، يغرقوك. واسمح لي نديروا قانون باش نضبطوا. علاش؟ ماشي انا تيهمني هذاك اللي كيتكلم، تيهمني هذاك اللي ضحيه، تنعطيه حقوقه. ولكن اوساط ماشي مساله شخصيه، حيت ماشي مشكله شخصيه. دائما كتقول وجلس في يوتيوب وجلس يربحوا ولا ما يربحوش، وجلس في الوزاره وتجيك الشكايات وتسمع العجب، وتجلس في المكتب وتسمع وجوك الشكايات وتجلس تسمع الشكايات وتعجب اشنو كتبوا الناس واشنو نشروا الناس واشنو داروا الناس. اذا غنسول السي شكون اللي غيحمينا من هذا الشيء السي وهبي؟ قانون. واخا قانون السي عبد اللطيف ما عندوش القدره ديال انه يحقق الردع العام. ماشي دائما غادي يكون هو الحل. لا عنده، غير تدي واحد الجوج نبدا، غير تدي واحد الجوج 5 سنين كل شيء يشد الارض. هذا هو القانون. شوف راه القانون كتردع به الاخرين، ماشي راه داك اللي يفعل الاخرين، كل واحد تعرف حدوده. راه ما يوزع بالسلطان لا يوزع بالقرآن. دابا تنهضروا باش نخفوا السجون في بعض الاوساط نبنيو لهم السجون ديالهم بوحدهم. في بعض الاوساط الحقوقيه كيتوجه انتقاد لهذه المقاربه وتتقول بانه جوزت تنظيم حريه التعبير الى تجريم الرأي المخالف وإلى تكميم الأفواه، وأنه اليوم في المغرب اللي هضر خارج السير حدد لي شنو هو مفهوم حرية التعبير باش نتفق أنا وياك.
واش الاساءه الى الناس والمساس في اعراضهم وفي حياتهم الخاصه حريه التعبير؟ ها نقولها لي، الا هذه حريه التعبير نعرفها بعد ناس الحوايج نمشيو بحال هكا من البلاد. الا كان حياتي الخاصه والحميميه يمنع المساس بها، هذا هو القانون. غير شريتي